كيفاش السيجما يقدر يكون جذاب وخا أنه منعزل منطوي على نفسه. بزاف ديال الحوايج اللي كتخليه شخصية محبوبة وجذابة وعندها قبول ما بين الناس. أولا السيجما ما كيبحثش على الشهرة ولا القبول الاجتماعي ولا حتى إرضاء الآخرين. هو كيمشي وفق القواعد ديالو، هو وفق الأشياء والأفكار ديالو هو، يعني كيدير الأشياء اللي ترضيه واللي كيرتاح فيها. ما تهموش آراء ديال الناس عليه، على أنه شخص منعزل، شخص غير عادي، شخص يعني أنتم تعرفون كيف يقدر المجتمع يوصفه كذا ما ندمجتيش معه. فالمهم نعطيو أول واحد تعريف بسيط على السيجما. ولا السيجما هو إنسان مستقل، يعني وهادئ، اللي كيختار طريقه بنفسه واللي ما كيحاولش بحال الألفا يقود الناس ولا بحال البيتا يتبع الناس. كيتحرك بوحدو، يعني خارج النظام الاجتماعي كليا، حر من أي واجبات أو قيود، ويشبه الذئب المنفرد إلى حد كبير، يعني لا يحتاج للقطيع ولا يخضع للقواعد. واحدة من هاد الأمور هذه هي الجاذبية في الغموض. أكثر سر في السيجما هي الجاذبية، والشيء الجذاب والشيء السر في الجاذبية هو أنه غير مكشوف، شخص غير مكشوف. الناس بالطبيعة ديالهم كينجذبوا الحوايج اللي مكيفهموهاش، الحوايج اللي غامضة، اللي غير مفهومة. يعني مني ما كتعرفش بزاف ديال الحوايج على شي انسان، اكيد غيكون غامض بالنسبه لك، واكيد غيخلق لك واحد النوع ديال التفكير في الطبيعه ديال هذا الانسان. يعني بحال شيء كيدوز على العقل ديالك غير عادي، يحتاج الى تحليل، شيء ما من التحليل. وهذا وحده كافي باش يجعل الاثاره في العقل ديال الناس ويجعل الناس يعني يثيرهم فكريا، يعني كيفاش هذا الانسان كيفكر، كيفاش هذه التساؤلات طبيعيه عند الانسان، لان الانسان طبيعته اجتماعي وكيخاف اشياء كثيره، يعني خارج على الارض ديالو. كيحاول دائما يفهم الناس اللي دايرين به، فاش يتفادى جميع الاخطار ويتفادى جميع المشاكل اللي ممكن توقع. هذه مساله فطريه يعني مفروغ منها. فلهذا الانسان كيحاول يتبعد مثلا الشخصيه ملي كتبان في المجتمع ولا كتدخل في الانظار ديال شي حد، كيحاول يتبعها وكيحاول يفهم الملامح ديال هذه الشخصيه. الحاجه الثانيه هي القوه في الهدوء. يعني اكيد اذا كان سيجما في مكان معين غيكون هادئ صامت، وهذا الهدوء وهذا الصمت هذا ما كتقدر تفسر منه حتى شي حاجه، يعني ما تقدر تفسر منه القوة ولا الضعف، لا أنه إنسان ودود ولا إنسان طيب ولا إنسان شرير ولا إنسان خبيث، ولا ما تقدر تعرف حتى شي حاجة من هذا الشيء. أن الهدوء والصمت ويعني وطبع المنغرق، يعني ما تقدرش تعرف. يعني حتى إذا مبقى شي شيء اللي كيدعي الناس انهم يتكلموا بزاف، ولا انهم ينفعلوا، ولا انهم يعني يتفاعلوا بطريقه معينه، فهو كيكون هادئ وصامت وحكيم الى حد ما. فما ما تشتغلش بنفس الطبائع ديال الناس العاديين. الحاجه الثالثه اللي هي استقلاليه، والاستقلالية كتعادل الجاذبية. الاستقلالية واحد من أقوى الصفات اللي كتخلي الناس ينجذبوا لشخصية السيجما، وبالأحرى هو تعريف صريح على الاستقلالية. يعني مستحيل تكون سيجما ولا يكون شي شخص كيسمي راسو سيجما ولا هذا هو غير مستقل، ما عندوش استقلالية. يعني سواء الاستقلالية الفكرية ولا الاستقلالية المادية ولا الاستقلالية
على شخصو، يعني ما كيكونش تابع لشي حد ولا تابع لشي فرقة ولا كيتحكموا فيه فشي جهة معينة. وهاد الاستقلالية، وما ننسى الاستقلالية العاطفية والمادية، كيعطيوه واحد القوة. يعني ما كيرتبطش عاطفيا بشي ناس ولا بشي مجموعة ولا بشي عنصر معين ولا مثلا أنثى ولا هذا. هو ما كيرتبطش، وماديا ما كيرتبطش بشي بلاصة، مثلا مكان عمل ولا شي بيزنس معين ولا هذا. فهاداك الشي باش كيعطيه واحد المرونة وواحد الحرية في التصرف وفي الحركة، وكيخليه جذاب وكيخليه بحال الشيء اللي كيحلموا به الناس هو الحرية. فهو كيشوفوا داك الحرية بواحد الشكل جميل في السيجما. وهاد القوة الداخلية كتخلق مشاعر ديال الإعجاب وديال الانجذاب حتى عند الأشخاص اللي ما كيقدروش يفسروا كاع هاد الشي هذا. فهمت؟ الحاجة الرابعة هو الذكاء الاجتماعي الغير مباشر. أكيد السيجما ذكي اجتماعيا جدا وعاطفيا. وخا أن السيجما ما كيندمجش مع الناس وما كيتفاعلش بزاف مع الناس ومنعزل، إلى أنه كيفهم الناس جيدا، كيفهم الناس مزيان، كيفهم التصرفات ديالهم، الدوافع ديالهم، حتى لغة الإشارة تيفهمها، يعني لغة الجسد الملامح ديالهم، قراءة الوجوه، قراءة التصرفات، الحركات، يعني لغة الجسد. يعني هاد الشيء هذا ذكي فيه جدا. وحتى إذا تفرض عليه أنه يتكلم في المحادثات مثلا اجتماعية، ما كيدخلش في محادثات سطحية وتافهة واللي غيضيع بها الطاقة ديالو. يقدر يساير، تفرض عليه داكشي يساير، ولكن هو باش يدخل كيدخل بحوارات عميقة، حوارات فكرية، حوارات اللي كيقدر يطلع منها بفائدة يستفد. هو بالأحرى يعني ملي كيختلط بالناس كيكون أحرى، كيكون مراقب أكثر منه متحدث. وهذا الشيء هذا وهاد القوة وهاد المهارة اللي بغينا نقولو كتعطيه واحد القوة ديال الفهم ديال الناس وفهم الآخرين بدقة، قراءتهم بشكل دقيق جدا في التفاعلات ديالهم وفي الحديث ديالهم والأنماط. يعني كيجمع الأنماط ديال الطريقة ديال تصرف الناس والطريقة ديال ردود الأفعال ديالهم. الحاجة الخامسة هو علاش السيجما يعني كيجذب الناس عاطفيا. لأن الناس بطبيعتهم لا يحبون، ما كيحبوش الحاجة اللي سهلة، كيف عجبوش الحاجة اللي سهلة، كيحاولوا التحديات، كيقلبوا على أشياء كتشالنجيهم صعيبة، كان يكون الشخص دائما. لكن السيجما يأتي ويختفي ولا يعطي قيمته. الحاجة الخامسة اللي هي لماذا ينجذب الناس لهذا النوع ديال الشخصية، كينجذبوا بطريقة عاطفية. كنظن لأن الناس بطبيعتهم ما كيحبوش الأشياء السهلة، دايما كيحبوا التحديات وكيحبوا لي تشالنج وكيحبوا أنهم يخوضوا شي مغامرة ولا شي معركة. وعند ملي كيكون الواحد متاح ويكون دائما يعني في خدمة ديال الناس، متاح للناس، يفقد القيمة ديالو. الناس ما كينظروش بواحد استصعاب، بحال أنه شيء صعب الوصول له ولا شخص صعب الوصول له. لكن السيجما يأتي ويختفي، لا يعطي اهتماما زائدا ولا يظهر أي احتياج. يعني ما كيظهر حتى شي احتياج ديالو للناس، ولا لأنه هو منعزل بذاته، مكتفي بنفسه، صلب من الداخل، ما محتاج الآخرين، فكيعطي راسو واحد الاستقلالية عن الآخرين.
يعني معاه كتحس بالاختلاف، كتحس بأن هاد الشخص اللي هو معاك يختلف تماما عن الناس الآخرين، ما عنده حتى شي احتياج في تجاهك. وأكيد الأشياء اللي هي مختلفة واللي هي كتحس بها مختلفة كتكون جذابة أكثر، من هنا كياخد السيغما الانجذاب ديالو. وهكا علاش الناس كتنجذب السيغما عاطفيا، انما كتحس بيه من جهته تاش التزام، يعني هو ما كيلزم حتى شي واحد انه يكون معاه ولا انه يساندو ولا انه لان في جميع الاحوال هو مستقل وعنده خصوصيات ديالو. ننتقل للحاجة الثالثة، ولماذا يعاني البعض من تعلق شديد بالسيغما. طبعا اللي كيكونوا مثلا عندهم علاقات معه كيعطي شعور، يعني كيعطي الإنسان شعور نادر، يعني شعور أنه إنسان مختلف، وحقيقة أنه إنسان مختلف. يعني ليس مو في المجتمع 1% أظن ولا حتى 2% على الأكثر، يعني هم قلالين في المجتمع وقلال كثيرا في المجتمع. فداكشي باش أي واحد تصادفو من شخصيات السيغما فهو فيمكن المحال أنها تلتقي معه مرة أخرى. فلهذا وكيكون أصلا بحال ما عمرك تلاقيتي مع شي حد بحالو، يعني احتمال كبير أن ما عمرك تلاقيتي مع شي حد بحالو. داكشي باش كيكون واحد الانبهار وواحد التعلق بهاد الشخصية وحتى ملي كيتحدث والحد ديالو كيكون إنسان مثقف، إنسان عارف، إنسان فاهم، فكنجذبلو. واصلا كيبين لك بزاف د الحوايج انه هو ما كيعطي الناس ان ما كيبينلوش انه هما الاهتمام ديالهم الكبير، هما الاهتمام ديالو الكبير. والناس كتشالنجي ملي ما كيعطيكش هو اهتمام، وكتبغي انت تكون تبغي انك تكتسب امتنان ديال شي حد، وكيبين لك الاحتياج ديالو، يعني انه لا يحتاجك، وانت عاوتاني تبقى متأكد كيفاش هذا ما كيحتاجنيش، يعني ما كيتسلفش من عندي، ما كيطلبش المساعدة ديالي، ما كيطلبش العون ديالي. وهذا كيخلي الواحد تريد يعني كتبغي يخليك تثبت القيمة ديالك، وانك انت عندك قيمة اضافية، وهو مكتفي بنفسه. يعني ما كيخليكش، وهادشي كامل كيخلي الانسان يتعلق به بشدة وينجذب ليه بشكل كبير. فمن هادشي هذا كامل كنقدرو نقول بأن شخصية سيغما يعني جذاب ماشي بالمظهر ديالو ولا بالهضرة ديالو، ولكن جذاب بالحضور ديالو، بالاستقلالية ديالو، وبالغموض ديالو. هو شخص لا يلاحق أي واحد، يعني لا يلاحق حتى شي شخص، ومع ذلك الجميع كيلاحقوه إما بالأعين ديالهم، وإما بالكلام، وإما يعني هو ملاحق بالوسط اللي كيختلط فيه مع الناس. وإذا كان إذا كنت شخص سيغما فأكيد أنت كتفهم هاد الأمور هادي، وهاد الأمور هادي ماشي جديدة عليك، فهمني مزيان كنقول. فنقدرو نقولو بأن إذا كانت شي هدية تعطات من طرف الطبيعة فهي هاد الهدية هادي، أن الهدية ديال هاد الشخصية هادي. وإلا كنتي بنزلك يعني كتحاول أنك تكتسب شي صفات عن هاد الشخصية هادي، فاحنا كنحاولو نشرحو لك ونقربو لك الأفكار ديال هاد الشخصية باش تطبق الحوايج اللي انت كتشوفها مفيدة ليك. وأكيد الحوايج اللي كتشوفها ما كتعجبكش في هاد الشخصية هادي فما تحتاج أنك تطبقها ولا أنك تاخدها. يعني وفي النهاية كيبقى شخص السيغما شخص مستقل، وكيفضل على أن يكون قوي على أن يكون محبوب، يعني في جميع الظروف. أصدقائي شكرا على المشاهدة.
قول لنا في التعليق إلا أنت شخصية سيجما، ولا كتعرف شي واحد في الأصدقاء ديالك ولا المعارف ديالك شي واحد سيجما، ولا عندك شي تجربة شخصية مع شي شخص سيجما، ولا شنو كتعرف بشكل عام على هاد الشخصية. وما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة، واش إن شاء الله تاني نديرو فيديوهات جداد ومواضيع جديدة. وإلا عندك شي موضوع بغينا نهضرو فيه من ناحية سيجما هادي قول لنا في التعليقات. شكرا جزيلا لك.